السلام عليكم، معاكم طارق البدري. النهارده ان شاء الله هنكمل سلسله الحساسات. هنشرح حساس عمود الكرنك، وده من الحساسات الاساسيه اللي موجوده في العربيه، اللي الكمبيوتر من خلالها بيقدر يعرف يحدد شوط الاشعال وشوط الوقود، اللي هو شوط الشفط. شوط الشفط ده بيبقى شوط البستم، بيبقى في حاله نزول، فده اللي بيعمل عمليه شفط للهواء، وبيحصل فيه ضخ للوقود في الجزئيه دي. احنا شرحنا بعض السنسور اللي موجوده على القناه، منها السنسور اللي الكمبيوتر بيقدر يحدد منها كميه البنزين. بس الكمبيوتر بيحتاج يحدد انهي بيستم اللي يحقن فيه البنزين، ومين البيستم اللي يحدد عليه شراره الاشعال. فاحنا عندنا الموتور بيتكون من 4 اشواط، في منهم شوطين الكمبيوتر بيحتاج يعرف اماكن موضع البساتم عشان خاطر يحدد كميه البنزين او يحط شراره الاشعال في البستم المظبوط. اللي بيقوم بالدور ده حساس الكرنك، حساس اساسي الكمبيوتر بيقدر ياخد منه الوضعيه دي. في بعض العربيات بيبقى فيها حساس كرنك وحساس كامل، وفي عربيات تانية بيبقى فيها 2 حساس كامل. هو بيقوم بنفس دور حساس الكرنك بس مش اساسي. في نفس الوقت وفي المواتير اللي بتشتغل بنظام الفي في تي بيبقى دوره يراقب حساسات الفي في تي، يشوفها شغاله صح ولا غلط. وده ان شاء الله نعمل له فيديو مخصوص لحساس عمود الكامل. نرجع لحساس عمود الكرنك. حساس عمود الكرنك ده عباره عن حساس بيوصل له 3 اطراف، ارضي وكهرباء 12 فولت او على حسب المصنع، بس غالبا كل العربيات بتبقى 12 فولت. والاشاره يعني الكمبيوتر بيبعت له 12 فولت، وبيستنى منه السيجنال بتاعه اللي هو اللي بيشتغل بنظام المقاومه المتغيره. يعني على حسب الفولتيه الكمبيوتر بيقدر يعرف فين المكان اللي يقدر يحط فيه الشراره والمكان اللي يحط فيه البنزين. ده راجع لان عمود الكرنك بيبقى طيب مكانه فين؟ مكانه على عمود الكرنك. في بعض العربيات الكوري والياباني بيركب اتجاه سير التقسيمه داخل المحرك، فبيبقى داخل الزيت. في العربيات الاوروبي وبعض او عربيات ثانيه بيبقى موجود بين الموتور والفتيس، تحديدا فوق ترس الفلام او الفلاي ويل. بيبقى ترس الفلام السنون كلها زي بعضها ما عدا سن واحد بيبقى ناقص. فده من خلاله لما الفلاي ويل ياخد لفه كامله ويجي عند الجزئيه اللي ناقصه دي، الاشاره بتتقطع، لان هو بيشتغل بنظام المغناطيس. فكل سن بيعدي من قدام حساس الكرنك دي بيدي اشاره فيها للكمبيوتر، بيقدر يعرف المكان البساتم فين، لحد لما تجيله الاشاره او الفتحه اللي بتبقى في الفلاي ويل. ده معناه ان ده كده قطع شوط كامل. شوط كامل يعني حصل 4 اشواط على كل بستم، يعني كل بستم حصل فيه شوط مختلف. واحد حصل فيه شفط، واحد حصل فيه ضغط، واحد حصل فيه اشعال، واحد حصل فيه صرف، اللي هو صرف العادم. فمن خلال التقطيعه دي حساس الكرنك الموتور بيقدر يعرف وضعيه البساتم. طب بيعرف وضعيه البساتم ازاي؟ لما بنيجي نركب سير التقسيمه او سير الكتينه، احنا بنركب على ذنب محدده. الذنب دي لما بتبقى التروس مظبوطه على الذنب الكمات والزنبه بتاعت عمود الكرنك، في الحاله دي الكمبيوتر بيبقى عارف وضعيه البساتم، لان البستم رقم 1 بيبقى في اعلى نقطه، فبيبتدي يعرف وضعيه البساتم مكانها فين بالظبط، زائد وضعيه الصبابات مكانها فين بالظبط، عشان ما يحصلش تلامس بين البستم والصباب. السلكه كده بتتقطع، الصباب والبستم بيربطوا ببعض، فعشان ما يحصلش احتكاك او تلامس بين البستم والصباب، ان احنا عندنا شوط الضغط المفروض والبستم طالع يضغط، الصبابات تكون قافله، ما يبقاش في صباب فاتح. شوط الصرف وهو طالع بيصرف العادم بيبقى فاتح لحد نسبه معينه، وقبل ما البستم يطلع يبتدي يقفل. فبتبقى حركه ميكانيكيه معقده شويه بحيث ان البساتم ما تطولش الصبابات. فالكمبيوتر في الحاله دي لما عمود الكمات مع عمود الكرنك يكونوا راكبين مظبوط على الذنب، في الحاله دي حساس الكرنك بيقدر يطلع الاشاره مظبوط للكمبيوتر. نفس الفكره اللي كانت على الفلاي ويل السن ناقصه، نفس الفكره بتبقى موجوده ترس صغير موجود داخل الموتور عمود الكرنك، يبتدي يقرا من عليه السنون والاشارات.
ده كل هدفه ان الكمبيوتر يعرف من خلاله انهي بيستم يحط له الشراره، وانهي بيستم يفتح له الرشاش يضغط في قلبيه بنزين. طيب ايه هي اعطال حساس الكرنك؟ اول عطل حساس الكرنك بيبقى متشابه مع ترمبه البنزين، ان في حاله انت ماشي بالعربيه مظبوطه وبطلت وجيت تدور ما ضربتش معاك، في صوت مارش سريع بس العربيه مش عايزه تلقط معاك. العيب ده يحصل من ترمبه البنزين لما بتسخن لحد لما تبرد تدور معاك، والعيب ده يحصل من حساس الكرنك لما يكون سخن الاشاره فيه بتبقى ضعيفه، فالعربيه تغيب في الدواره لحد لما يلقط، او تصبر لما العربيه تبرد خالص دارت معاك. يحصل تقطيع معاك في العربيه لان الاشاره بتروح للكمبيوتر غلط، بتروح لشراره ضعيفه او ما يقدرش يحدد الشراره مظبوط، او كميه او بيضغط بنزين في مكان غلط. العربيه تبطل منك وهي ماشيه، لان كده الموضوع بيبقى مفيش شراره خالص او مفيش بنزين خالص رايح للبيست اللي عليه الدور في دور الاشعال. ده يخلي العربيه تبطل، العربيه تبقى تقيله معاك في السحب، استهلاك بنزين عالي، دخل صوره طبعا الشكمان لان البنزين ما بيبقاش مظبوط في الاحتراق بتاعه. كل دي حاجات تبين لك ان حساس الكرنك عندك في مشكله. احيانا بيبقى حساس الكرنك عطلان بس لمبه العطال ما بتبقاش منوره، لانه من الحساسات الرئيسيه بيحتاج فولت معين لما الكمبيوتر ينور لك لمبه الاعطال، مش اول ما يبتدي يعطل يروح منور لك اللمبه. هو حساس الشكمان وحساس الماب، الموضوع ده في الثلاث حساسات دول اللي هم من الحساسات الرئيسيه، وحساس التي بي اس. فدي اعراض حساس الكرنك، وظيفته ان هو الكمبيوتر من خلاله بيقدر يحدد شوط الاشعال وشوط الشفط عشان خاطر يضخ فيه البنزين. ودي اعراض تلفه، انه يقطع العربيات ترتل معاك، تحب تدور معاك باهتزاز. الصبح لما تيجي تدور تغيب معاك في الدواره، بطلت وجيت تدور والعربيه سخنه يقعد فتره كبيره عشان تدور، يعني يغيب معاك في الدواره جامد، او ان هو ما يدورش غير لما العربيه تبرد، او ان هو يبطل معاك خالص والعربيه ماشيه وما تدورش غير لما يبرد او ما تدورش خالص. فدي كانت اعراض حساس الكرنك. طيب هل حساس الكرنك بيتعمل له صيانه بينضف؟ هو الفيشه بتاعته لو في رواسب عليها بيفك تنضف، عشان احيانا بيبقى بعض الاعطال ان الفيشه بتبقى سايبه مكانها. ده حصل مع حد اعرفه، عربيه وقفت بيه في الشارع بسبب ان الفيشه كانت فاصله من مكانها ووقف بيها في الشارع مسافه كبيره. لما كلمني في التليفون وقعدنا نتواصل مع بعض وصلنا لحد ان الفيشه هي اللي سايبه، ركبها في مكانها، العربيه دارت معاها. فاحيانا بيبقى اللوك بتاع الفيشه مكسور، ده يوقف العربيه بسبب الفيشه. وكنا اتكلمنا عن فيديو على القناه عن ضفيره العربيه او الاسلاك بتاعت العربيه، انك لازم تهتم بيها وتتاكد ان كل الفيش راكبه في مكانها مظبوط، واللوكات بتاعتها اللوك بتاع الفيشه يكون سليم مش مكسور. طيب حاجه ثانيه، الجزء اللي هو بيركب على الفتيس من فوق ده بيبقى خارج بره الفتيس بره الموتور، احيانا بيتجمع على السن بتاع حساس الكرنك بعض الريش لاجزاء من الحديد، دي بتعمل اعاقه للمجال المغناطيسي اللي هو شغله اساسي على المجال المغناطيسي بينه وبين السنون بتاعه التروس، اللي بيبعت عباره عن مغناطيس، وبيحصل ان السن لما بيعدي بيعمل تقطيع للمجال المغناطيسي. هو ده وظيفه الحساس اللي قايم على تقطيع المجال المغناطيسي. فلما يبقى فيه براده حديد ولا حاجه، دي بتخلي المجال المغناطيسي ضعيف، فبيحتاج كل فتره يعني كل 20,000 30,000 50,000، لو نخليها كل 60,000 مثلا، لان الموضوع بيبقى قليل جدا، نفكه بمنديل ورق كده، نمسح الجزء اللي هو بوز الحساس ونركبه تاني. العربيات اللي بيبقى راكب في الزيت من جوه، احيانا بيبقى فيه الزيوت بتبقى عامله زي شحوم وتكلسات عليه، ده بيتفك ويتمسح برضه بمنديل او بمنظف مزيل، منظف انجكشن عشان يسيح الشحومات والحاجات دي كلها، وينضف كويس قوي، وبعد كده يرجع يركب تاني في مكانه. مفيش اكتر من كده صيانه لحساس عمود الكرنك، دي وظيفته. ان شاء الله الحلقه الجايه هنتكلم عن حساس عمود الكمات عشان خاطر يبقى خلصنا الجزئيه دي في منظومه الانجكشن. ليك استفسار سمير تعليمي ان شاء الله نرد عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.